انا زهقت. انا كل شويه انتكس، كل شويه ما اعرفش في ايه وايه اللي بيحصل. انا كل شويه بعد ما احافظ على الصلاه والقران والاعمال الصالحه ارجع لنقطه الصفر من تاني وبرجع للذنوب. طب انا بحب ربنا وعاوز ابقى في طريقه على طول، اعمل ايه؟ تعالى وانا اقولك. بص، خلينا متفقين من الاول انك طول ما انت ماشي في طريق العباده هتلاقي عقبات ومطبات كتير، وكل ده ليه اسبابه. زي انك زهقت من العباده تقطع فيها، تصلي النهارده وبكره لا وهكذا، بقيت تستتقلها على نفسك. والأهم إنك متقعش على طول، لا اقع وقوم من تاني وكمل. نفسك والشيطان هيفضلوا يقولولك انت كل شوية تعمل ذنب، تبعد وتقرب. ايه مش كفاية نفق؟ اوعى 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 تسلم الأفكار والوساوس دي. لا انت صح، اقع وقوم، وانت عارف انك أضعف من انك تكمل، لكن هتكمل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خليك زي ما انت ماشي في طريقك لله حتى لو بتزحف، وافتكر دايما الحديث القدسي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ربنا سبحانه وتعالى طبعا قال الحديث دوت علشان يحس العباد ويشجعهم على ذكره وإنهم يسارعوا في الطاعة. فأنت لما تسارع بالطاعات ربنا هيسرع إليك بكل الخيرات. أنت مقصر في الصلاة؟ صلي صلي وانت مقصر، لكن ما تقطعهاش نهائي، ودي البداية. ابدأ واحدة واحدة إلى أن تتم جميع الفروض اللي عليك وربنا هيعينك. حجابك مش كامل، خليه وحسني من نفسك، وشوية شوية هتلبسي خمار ولبس واسع، لكن ما تقلعيهوش. بتقرأ قرآن بشكل متقطع، أحسن لك إنك تكمل القراءة، لكن ما تبعدش عنه نهائي. اقرأ حتى ولو بالكم القليل، لكن المهم الاستمرارية، إنك تفضل مستمر على الطاعة دي، فقليل دائم خير من كثير منقطع. وخليك كده دايما في كل العبادات. ابن القيم عمل مقارنة جميلة جدا بين العبد الصالح والعبد الفاسق، فقال إن الشخص أو العبد الصالح المستمر على الطاعة واللي بيحبها ربنا بيعمل معاه إيه؟ قال: يرسل الله عز وجل عليه الملائكة إلى أزها وتحرضه عليها، أي على الطاعة، وتزعجه من فراشه ومجلسه إليها، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه والأرض بما رحبت، وأحس نفسه أنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. طب ده العبد الصالح. ماذا قال عن الفاسق؟ الشخص اللي بيتنافس على أسلف المعاصي وبيحب يعملها ويؤثرها على الطاعة، ربنا بيرسل عليه الشياطين تؤزه إليها، أي إلى المعاصي ولفعلها أزا، يعني تحرضه على المعاصي. الشيطان هيحبطك وهيقول لك: يا اسطى انت منافق على فكرة، ماشي على سطر وبتسيب سطر، وكل ما تواظب بتنتكس وترجع تاني. يبقى ايه لازمتها؟ ايه لازمة اللي انت بتعمله ده كله؟ ما توقف بقى وخليك بقى صريح مع نفسك. لا 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 لا, لا. اوعى تسمع كلامه، وخليك فاكر قول الله تعالى: نعم العبد إنه أواب. أذنبت وقعت خلاص، استثمر الذنب ده. مستغرب ليه؟ استثمره. مش عارف تستثمره ازاي؟ انا اقولك. يعني مثلا انت عملت ذنب ومش عارف تعمل ايه، اول حاجة قوم اتوضى وصلي ركعتين توبة، واقرأ قرآن كتير، استغفر ربنا بقوله سبحان الله وبحمده 100 مرة. كل ما تعصي لازم تتوب ولازم ترجع، واوعاك تيأس. اتمسك بالعبادة والطاعة حتى لو كنت مقصر فيها. زي ما اتفقنا في الأول، اوعى تقل على نفسك في العبادة. ابدأ بصفحة قرآن واحدة كل يوم، وزود بعد كده كل شوية تدريجيا، وهكذا.
واذكر ربنا كتير علشان تبقى متعود على ذكر الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اجتهد على قد ما تقدر علشان ربنا يهديك وتنور رضاه وعفوه. وكل شوية راجع وحاسب نفسك وجدد إيمانك بربنا، وابعد عن صحبة السوء عشان هتندم بعد كده. وفي قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صاحب اللي ياخدك لطريق ربنا ويساعدك على الجنة. صحبة لو دخلت النار وهم دخلوا الجنة يشفعوا لك عند ربنا، والله تعالى أعلم. ولما تيجي تصاحب اختار ناس كويسة بجد، هتلاقي شخصيتك بتتغير للأحسن وتغير تفكيرك بيشدك لطريق ربنا، والعكس صحيح. وأهم شيء إنك ما تبطلش تصلي. اوعك تموت وانت مش بتصلي. الصلاة هي العهد اللي بيننا وبين ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الأيمان والميثاق الذي بيننا أهل الإسلام وبين غير أهل الإسلام، أو بين المسلمين والمنافقين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وفي قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ترك الصلاة مش بالأمر الهين. راجع نفسك وعيد حساباتك، عشان الصلاة ميزان حياتك واستقامتها. وعشان تبعد عن أي سوء في حياتك صلي بتدبير وإخلاص وخشوع، عشان ساعتها الصلاة هتنهي عن الفحشاء والمنكر. وفي قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وفي الآخر عشان تبقى سعيد في حياتك أقم صلاتك، لأن من عرف الله لم يبقى له رغبة فيما سواه. وبكده حلقتنا النهاردة خلصت. قولولنا في الكومنتات عاوزين نتكلم عن ايه في الحلقات الجاية. سلام.